السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده النادي الاهلي اعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني المؤقت لحين جلب جهاز اجنبي، وان شاء الله الفتره ما تطولش ويجيبوا في اسرع وقت. اي نعم، انا عايزهم يقعدوا براحتهم ويتأنوا ويجيبوا اسم كويس واسم قوي، ما يروحوش يجيبوا لنا واحد تاني يجيب لنا ابوه يقول لك مشروع ومش مشروع. احنا فشلنا في قصه المدرب الصغير اللي يجي يبني مشروع معانا، سواء سواريش قبل كده او روبيرو دلوقتي. فاحنا عايزين اسم قوي، سي في قوي في السوق، ياخد اللي ياخده. انت كده كده معاك سيوله دولاريه، فما تقوليش حجتك ان انت معكش دولارات. لا، انت لسه طالع من كاس عالم واخد سيوله دولاريه محترمه، لسه بايع وسام ابو علي داخل لك سيوله دولاريه محترمه. فاتمنى يكون الاسم اللي هيجي يكون اسم قوي. فاهم الفكره؟ اسم قوي. مش عايزين تجارب تاني، احنا مش حقل تجارب، قلناها بدل المره 1000. النادي الاهلي مش حقل تجارب ولا حمل تجارب اصلا. فتعالى اقول لك التشكيل للجهاز الفني. النحاس مدير فني، ودي طبعا حاجه ما حدش يقدر يعترض عليها. نجح معانا اخر 6 ماتشات في الدوري وجاب لنا الدوري. بصراحه الراجل بيعمل شغله كويس وبيحب النادي الاهلي. تاني اسمه اللي ما كانش مطروح على الصوره وبصراحه فاجئني وفاجئ الناس كلها تقريبا، كابتن عادل مصطفى. انا بجد فرحان لانضمام الراجل ده. الراجل ده عنده خبرات خارجيه كتير، عنده تجربه مع الزد. بصراحه انا حاسس ان هو بيحب النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي. كابتن عادل مصطفى عنده فكر، هو عايز اي نعم مش هيقدر يوصله قوي بفكره ان هو يكون مدرب عام، ولكن مع عماد النحاس ان شاء الله يعملوا لنا كوكتيل حلو ويطلعوا بحاجه كويسه. وهو ارتحنا شويه من سامي قمصان وشويه العك اللي كانوا بيحصل. ثالث اسم معانا واللي انا مستغربه شويه، كابتن امير عبد الحميد مدرب حراس. ليه؟ طب ما انت عندك ميشيل يانكو. مش عندك ميشيل يانكو؟ هات مدرب حراس تاني. امير عبد الحميد ما كانش بيعرف يصد الكوره يا جدعان. انت هتجيب واحد ما بيعرفش يصد الكوره يدرب؟ الفكره ان هو اصلا طلع مدرب، كان بيدرب في المنتخب 16 سنه. اللي هو يا جدعان امير عبد الحميد، انتوا بتهزروا. ولكن اهو يلا بيكمل الجهاز معانا كابتن محمد نجيب مدرب مساعد. انا بحب محمد نجيب واهلاوي بصراحه، وطول عمره بيدي للنادي الاهلي. هو بص، الجهاز الفني عباره عن شويه تشكيله كده، الناس بتحب النادي الاهلي. فاهم حاجه؟ يعني هم ما بصوش على فنيات ولا نيله. هو فيش اللهم الا اذا كان كابتن عادل مصطفى اللي جاي بحته فنيات، لكن الباقيين كلهم جايين حبيني كده. يعني كابتن عبد الرحمن عيسى مدرب احمال، مش عارف مين عبد الرحمن عيسى ده اصلا. مع استمرار الكارثه اللي انا بجد مش طايق اقولها، ولكن مع استمرار محمد يوسف في منصب المدير الرياضي. طب قدم لك ايه محمد يوسف؟ يعني محمد يوسف قدم لك ايه في الولايه الاولى او الثانيه او الثالثه؟ قدم لك ايه محمد يوسف كمدير رياضي؟ انا مش شايف اي انجازات عملها. يعني بصراحه محمد يوسف ما اعرفش وجوده في المنصب ده ليه. ولكن اهو زي ما قلنا هو بيكمل الجهاز يعني. اخيرا وليس اخيرا، كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره. ودي اكتر حاجه فرحتني في موضوع الجهاز الفني، واتمنى انها ما تكونش مؤقته وانها تدوم. كابتن وليد، بص انا بعشق وليد صلاح الدين، بعشقه في تحليله في كورته في اي حاجه. كابتن وليد صلاح الدين راجل مهذب، راجل محترم، بيحب شغله، وان شاء الله بيحب النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي. اتمنى انه يكون خليفه سيد عبد الحفيظ في المركز ده،